حملت ولدت ربيت، هو رقد وانا صرت، هو كلا وانا جات. فهمتني؟ هو سخن وانا برد، باش نهار التالي نصير روحي استريح. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لسوف أعود يا جعل الله للوالدين مكانة رفيعة، دعا إلى البر بهما ومعاملتهما بالحسنى، وضع الرأفة والرحمة في رضاهم والفردوس تحت أقدامهم. مع الانتشار الفظيع لدور العجز في بلادنا، يجب أن تطلق صفارة الإنذار، لأن شعائر الدين الإسلامي تمنح الوالدين مكانة مقدسة وتحرم الرمي بهم في هذه الأماكن. اللي عنده خير من هذه البلاصة، واللي ما عندوش هنا خير من الشارع. يا بنتي أنا حكايتي تدوب الحجر كما تقولين. ما هذا وصلوني هذا الشيء الله يهديهم، ما نزيد لكم كلمه ما نزيدها لهمش. نتمنى نروح لداري ندعي لربي اللي ظلمني ياخذ فيه الحق. كلمة ربي. فكم أسهرت من ليل لأرقد من أجفانا. مع حلول كل مناسبة دينية تزداد معاناة هؤلاء الأشخاص إحساسا بالغبن والحرمان من الدفء الأسري، خاصة مع ما يرافق شهر رمضان الكريم من روحانيات دينية واجتماع العائلة كلها حول مائدة واحدة. فكيف هي أجواء رمضان عندهم؟ نفوتوا كما بكري، كما اليوم كما بكري، والحمد لله، والصلاة نصليو المغرب نصليو العشاء. عجبنا ونتلبسوا مليح لاباس علينا. نحاولوا قدر المستطاع انه يكون الجو في المؤسسة جو مشابه للدار، بحيث نشاركوا ولا نحاولوا نشاركوا هذه المسنة في الحياة اليومية تاع المركز. كلنا في دارنا، خير دارنا في دارنا. نفوت مع اخواتي، راه كان مربين وكان هذول حبابي واخواتي وهما مالية. محال أن ترى صدرا أحن عليك من. اختلفت أعمارهم، تعددت رواياتهم، لكن قاسمهم المشترك واحد: المعاناة في سفينة العزلة. فأين هم أبنائهم؟ وليدي لا لا إن شاء الله ربي إن شاء الله حتى في الآخر ما نتلاقاش أنا وياه. أنا قدام ربي قدام عنده راني نقول مانيش نهاوس نشوفهم، أنا مجدوا لي حياتي، لقاو لي حياتي صيبتي. نقول لهم الله يهديهم، الله يعاونهم بطريق الخير هما وولادهم. واش نقول؟ إن شاء الله يا رب يجوزوا سيدنا رمضان مبروك وبالصحة والهنا، والله يقدرنا نصوموه ونصليو له. وي الله يقدرنا نصوموه ونصليو له. وي بنتي ليا وللمؤمنين ان شاء الله، واللي يحبوا ربي واللي ما يديروش المنكر نتمنى لهم كامل الخير. انت صحة نتاعكم، ربي يطول لكم في عمركم.